بعالم مليان ظلم وخيانة، أحيانا القدر بيرميك بمعركة ما إلك فيها لا ناقة ولا جمل. تخيل حالك رجل عادي عايش بسلام مع مرتك وولادك، كل همك تشتغل بشرف وتكبرهم بعيد عن العنف والدم. فجأة بتلاقي حالك هدف لعصابة ما بتعرف الرحمة. هالعصابة هي ما بتعرف غير لغة القوة وما بتوقف عند حدود السرقة والابتزاز. هالعصابة بدها تدمر حياتك كلياتها، بيدعسوا على كرامتك وبياخدوا أعز ما تملك. الزلمة المسالم بيتحول لوحش خطير. صاحبنا نينجا مدرب بقرر انه الانتقام رح يكون اللغة الوحيدة اللي بيفهموها هدول السفلة. لذلك رح نشوف كيف الأب الطيب آكيرا بيتحول لشبح عنيف، وكيف الدموع بتتحول لدم، وكيف الصبر بيولد نار ما بيطفيها غير الانتقام. ملخصنا اليوم مو قصة عادية، ملخصنا هو صرخة غضب، هو وعد بالانتقام، هو مواجهة للموت. شدوا الأحزمة يا جماعة، خلونا نفوت سوا على ملخص فيلم من أيام الزمن الجميل، كيف البراءة وكيف المحبة وكيف بيكون الحب والانتقام. تبدأ قصة فيلمنا باليابان. أبطال هالقصة عائلة لطيفة، هالعائلة مرموقة ومقاتلين بالوراثة، مؤلفة من أم وأب وطفلين، وبعمرهم ما آذوا حدا، ودودين كتير ومسالمين، وما همهم غير أنه يعيشوا بهالدنيا بسلام. أطفاله لآكيرا تاكيشي وتومويا كتير بارعين وقدراتهم قتالية ملفتة، فبيتعرض تومويا الطفل الأصغر لضرب شديد أثناء التدريب. الخصم كتير شايف حاله وشخصية حقيرة مو ناوي على الخير بنوب، لكن تاكيشي ما بده يرميها واطية أبدا، لأنه هالمواجهة كتير حساسة وأخوه تعرض للإهانة، ولازم هالخصم يتكسر راسه ويدفع الثمن غالي. تاكيشي القبضاء يتغلب عليه بجدارة، رجع كرامته وكرامة أخوه بين الطلاب. وبالبيت لما بيكونوا عم بيتعشوا بيمزحوا مع أبوهم، بيعملوا له قتلة صغيرة هيك وفركة دان، وما بيتركوه لحتى يبوس التوبة. آكيرا محظوظ لأنه عنده هيك صبيان. وبالليل بيتخذ قرار هو ومرته آيكو إنه يعيشوا بأمريكا ويبدأوا فيها حياة جديدة، بدهم يحاولوا يحسنوا فيها دخلهم ويدرسوا الأولاد بأكبر الجامعات. وفعلا تاني يوم تجي الموافقة وبيفرحوا فيها كتير، فبيطلع آكيرا ليودع أبوه، بيقول له إن أوراقهم صارت جاهزة. بيزعل أبوه منه كتير وبينصحه إنه ما يسافر أبدا. بيقول له يا ابني هذا البلد زبالة، زبالة كتير وأغلبهم مجرمين، هدول ناس ما فيهم شرف، سفر كتير وغدارين. بيقول له يا بابا أرجوك تدعي لنا. بيقوم أبوه بباركه وبيعطيه خوذة الساموراي وبوصيه إنه يحفظ سر العائلة للأبد. وفعلا بتتم السفرة وبيطلعوا بالطيارة وبيصيروا بأمريكا. بيمشوا بشوارعها وآمالهم كتير كبيرة، بدهم يشتغلوا ويحققوا أحلامهم، ومع ذلك الطريق ما كان سهل، بيتعرضوا لمحاولة اعتداء من البداية. بيقوم آكيرا بيضبط أعصابه بيسايرهم، ما بده يبدأ بالبداية بطوشي. بيكملوا طريقهم، بيقابلوا العم سام، فبيرحب سام فيهم وبيبدأ يسلمهم متجر ليشتغلوا فيه. وأثناء تسليمهم للمكان بيتفاجئوا بالفناء الخلفي بيكون مقفول. بيقول لهم العم سام أنا ما بتذكر إني قفلته، وبيصر إنه هون في شي غريب. بيسلمهم البيت وبتمر الأمور بسلام. لكن بالليل بتجي عصابة الشرير نيومان، سارقين قلادة ثمينة وبدهم يخبوها، وبيفتح المجرم غريق المتجر من الباب الخلفي. المتجر مهمل وعاملينه مغارة علي بابا. بحط غريق السرقات تحت البلاط وبيجي ليطلع، لكن بيطمع كتير وبيقرر يسرق القلادة. بيشيلها وبيخبيها بجيبه وبيضل طالع. أثناء خروجه بيطلع له بسمار بيعلق بالجاكيت وبيلف عليه الخيط. ترك هالمجرم دليل وراه بدون ما يشعر. تاني يوم العيلة بيكونوا ملتهين بتنظيف البيت وبيطلعوا ليودعوا العم سام. أمورهم صارت كتير منيحة وما ناقصهم أي شي، لكن عصابة النيومن مو ناوية تتركهم بحالهم أبدا. إجا المجرم لايم هاوس وخلع الباب الخلفي أثناء غيابهم. بيفتح الأرضية وبيتفاجأ بيلاقي القلادة مفقودة. هون طلع جنان العصابة وبدهم يجيبوا القلادة بأي ثمن. بيتصل لايم هاوس على نيومن رئيس العصابة وبيقول له مصيبة يا معلم مصيبة، القلادة ما لقيناها. بيقول له نيومن معقول الشرطة سبقتنا لهنيك؟ بيقول له لا ما بظن. بيقول له شوف العجوز سام صاحب المتجر بيكون سرق القلادة وناوي ينهزم. فبيطلعوا وراه على الشارع وبيكبسوا عليه. بيقول له إياك تعمل أي حركة غبية، امشي لقدام ولا توقف لحتى قلك. بيسحبوه على مصنع مهجور، هالمكان لا شرطة ولا أي إنسان بيقدر يسمع صراخه. بيهجم عليه لايم هاوس وبيقول له وين القلادة يا خنزير؟ سرقتها ورايح تهرب؟ بيقول له مين أنت وعن أي قلادة عم تحكي؟ بيقول له معك دقيقتين قبل ما طالع روحك، احكي بسرعة وين القلادة. لكن لايم هاوس شرس وعنيف. بيتابع العم سام إنكاره، هو فعلا ما بيعرف شي. بيضرب العم سام بشكل مفرط وبيفقد عليه أعصابه، وللأسف العم سام بيموت. ناس عندها الدم مثل المي. بيضحك عليه لايم هاوس وبيقول له روح نام نومة الهنا بأحضان يسوع. بيعبوا السيارة بنزين وبيعلقوا النار، وبتصاعد الانفجارات وبتتلاشى كل آثار الجريمة. بيرجعوا على مقر العصابة، بيكون الزعيم عم يستناهم.
بيقول لهم حدا منكم يفسر لي شو عم بيصير؟ أنا ما حدا بيلعب معي. معكم ساعات، لا مو ساعات، دقايق، الكل يتحرك ويشوف شغله. لايم هاوس قوم اطلع شوف شغلك. بهالأثناء العائلة المسكينة مشغولين بافتتاح المتجر وكسبوا أول دولار من تعبهم. حبوا يخلدوا هالمناسبة ويحتفظوا فيه كتذكار. وبرات البيت بيكونوا الأطفال عم يحتفلوا بدراجتهم الجديدة. وبتعرفوا انتو الشعب الأمريكي الحقارة عنده غريزة، بيهجموا على تومويا بعض المراهقين وبياخدوا منه الدراجة. تاكيشي بيشوفهم بيركض ليواجههم، بيضربهم تاكيشي وبيلعب فيهم كاراتيه، بربيهم بيمسح فيهم الأرض مسح. العصابة من بعيد عم تتفرج، بيشيلوا تومويا وبيخطفوه. بيحاول تاكيشي ينقذ أخوه لكن ما بيقدر، بيضربوه بيزتوه على الأرض. تهرب منه العصابة والأمور بتخرج خارج السيطرة. بيرجع تاكيشي بحالة سيئة، بيقول له يا بابا خطفوا أخوي، وبيجي فورا اتصال من العصابة بيقول له المجرم بتجي لعنا الساعة 3 بالليل، أعزل وبدون سلاح، وإياك تتأخر لحظة، أي غلطة بتساويها بنقتل فيها ابنك، وإذا سمعنا إنك خبرت الشرطة بتقرأ الفاتحة على روح عيلتك. فبيضطر يستسلم آكيرا للأمر الواقع وبيطلع ليفتش المكان. بشوف بالمخبأ السري خيطان بتدل على السارق، بيقوم بحط الخيط بجيبه وبيطلع على المكان. بيلاقي العصابة عم بيستنوه، بفتشوه بيربطوه بسلاسل. بيجي عليه لايم هاوس الندل بيقول له يا ياباني الكلب وين القلادة؟ بيقول له أنا ما بعرف شي عن القلادة لكن معي الدليل. بيقول له مفكر حالك عم تلعب مع أولاد؟ إذا القلادة مخبيها سام الكلب إلي أو بتعامل معك بهي. هون النار بتاكل آكيرا أكل. بيقول له ليك أنا ما بعرف شي، عطوني ابني أحسن لكم. بيقول له لنشوف قديش بتقدر تتحمل. بيطالع السكين وبيصير يجرح له صدره. بيرجع بشغل النار وبيحاول يحرق ابنه. آكيرا نينجا محترف، بلحظة بيكسر الضوء وبيفك حاله. بيلتفتوا أعضاء العصابة بيلاقوه اختفى، ولما بيطلعوا على الأرض بيكون آكيرا خلص ابنه وانهزام. بيقول لهم الله لا يخليني إذا بخليه عايش، لقائنا رح يكون قريب. بيرجع آكيرا على البيت وزوجته بتصير بتهديه، بتقول له أنت لازم تبلغ الشرطة ضروري، مستحيل تقدر تواجههم لحالك وما لازم حدا يعرف إنك نينجا. وبمكان تاني منلاقي نيومن زعيم العصابة عم بيخطط هو ولايم هاوس. بيقول له الأمور زادت عن الحد، ممكن هالزلمة يبلغ علينا الشرطة، أنا من دون شي ريحتي طالعة وبيخاف يأثر علي بالانتخابات. لايم هاوس أنت لازم تقتله بأسرع وقت. وبيكملوا طريقهم بيروحوا على الحفلات التعبانة واللي فيها بنات ما بتتسمى. بيطلع آكيرا يبلغ الشرطة وبوصي عيلته ما حدا يطلع من البيت ولا يفتح الباب لأي إنسان. العصابة برا بتكون عم بتراقبهم مراقبة شديدة. ولما بيوصل آكيرا على المخفر بيلاقيهم مثل شرطة بشار الجحش، بهايم وخوتان ورئيس المخفر عم ينتف شواربه بالعقيدة. بيقول له شوف يا آكيرا نحن ما فاتحين المخفر من شانك، روح استأجر تحري خاص على حسابك. كمان هذا نيومن انت مانك قده، نحن حطينا خطة ممكن السنة الجاية نمسكه، وهلأ نحن مالنا فاضيين أبدا، مانك شايفنا عم نشرب متة، ومن هلأ لوقتها يا ريت تتفضل تروح تخريها. بعد ما يروح بيتصل الشرطي على نيومن وبيقول له يا معلم هذا الخرق اشتكى عليكم خاف يعملكم بلبلة. بيقول له لا تشيل هم بنوب، اليوم آكيرا بيكون بالجبانة. وبالبيت أولاده لآكيرا بيخالفوا التعليمات، بوقعوا الطابة من الشباك وبينزلوا ليجيبوها. تجيهم العصابة بسرعة البرق وبتحاول أمه تحميه، تصدمهم صدمة قوية وبتهرب. بيجي آكيرا وبيفقد صوابه من هالموقف، بيطلع هيك بيشوف العصابة وبيعرفهم من عيونهم. بيقول له للمسعف سبقني على المشفى أنا جايك. بيطلع بالسيارة وبيطير وراهم بسرعة الضوء، بينط سيارتهم بيكسر وراهم الإزاز، بيسحب الخنزير وبينزل فيه قتل. بيقوم السايق بيقوس عليه، ولحسن الحظ بيموت الخنزير وبينط آكيرا بالهواء بتنفجر السيارة انفجار شديد. هالعصابة ما أدركت إنه عبثت مع الشخص الخطأ. بيدخل آكيرا على المشفى وبيشوف ابنه بحالة حرجة، ومرته كمان تعبانة كتير، لكن بيطمنوا الأطباء إنه فرصة الشفاء كتير كبيرة وإنه ياما تعاملوا مع هيك حالات. لكن آكيرا ما بيقدر يسكت على التهديد، وبيطلع على السفينة على مقر العصابة بيكونوا عاملين حفلة قذرة وفيها بنات رخاص وقليلات أدب. آكيرا هون بيهجم على الحراس وبوقعهم على الأرض وبواجههم بكل شراسة، وبوصل على الباب ويضرب الحارس. الطريق مليان مجرمين وبيبدأ الانتقام، بيصير يضربهم واحد ورا الثاني وبهدلهم آخر بهدلة. بكمل طريقه لجوا وبيصطادهم كلب، بفرجيهم كيف بيقاتل النينجا الحقيقي. هذا بيخلع له رقبته وهذا بيخبط له وجهه بالباب.
العصابة من فوق بتضرب وجوده على السفينة وبيبلغوا لايم هاوس شخصيا، فبيبعت له عناصر أقوى وأشد خطورة. ومع ذلك آكيرا بيقضي عليهم وبلش خلع رقاب واحد ورا الثاني. هالزلمة جني ومانو مقاتل عادي، للحظة بيقدر يقطع عليهم الضوء وبيتسلل بين المعازيم وبيحط الشبرية على رقبته. بيقول له هذا انذاري إلك، هو الأول والأخير، بتبتعد عن عائلة آكيرا أحسن لك، لا تخليني أرجع، إذا أنا رجعت بنسيك حليب أمك. لايم هاوس مثل بشار الجحش، أول مرة بتصير معه هالشغلة، تعود يعمل جرايم إيمت ما كان ومع مين ما بده، بعمره ما حدا هدده، فبيلجأ لطريقة حقيرة لحتى يدخل فيها على المشفى. بيقطع أوتار إيديه وبصير بالمشفى خلال لحظات. بهالوقت بيكون آكيرا مع عائلته بدأت تتعافى وضل على إقامتهم بالمشفى أيام قليلة. وبتدخل عليهم الممرضة وبتنزعلهم الجو، بتقلن هلأ صار وقت النوم. بيطلع آكيرا من الغرفة وآيكو بينتابه شعور غير مريح، وبالإسعاف بيخدع لايم هاوس الممرض وبيضربه بإبرة بنص رقبته. بيقوم بيمشي بيتسلل بين الممرات وبيلبس ملابس طبيب، وبشتت انتباه الشرطة وبيطالع السكين وبيقتلهم بوحشية. بيوصل على غرفته لآيكو، بيسكر لها تمه وبيطعنها طعنات مميتة. بيساوي المجرم جريمته وبيطلع من الغرفة وبتكتشف الشرطة وجوده. بتحاول الشرطة توقفه لكن بيعتدي عليهم، بيهرب بين الممرات، بيخطف أحد عناصر الشرطة وبيقتله بغرفة التنظيفات. بياخد له ملابسه وبيتنكر كشرطي وبيطلع. وبتتفاجأ الشرطة بيلاقوا جثة آيكو، وهون بيكون فات الأوان. بيدخل آكيرا على المشفى مصدوم، بيتفاجأ بزوجته مقتولة، هي أكبر صدمة تعرض لها بحياته. بيتوعد بينه وبين حاله وبيحلف بقسم النينجا إنه ما يترك فيهم أي إنسان عايش. وبيطلع بياخد ابنه المريض وبيقول له للمحقق أنا ما عاد ضل هون نهائيا، انتوا فشلتوا بحماية عائلتي، أنا بدي أرعاهم بطريقتي، دولتكم فلتانة وقانونكم ما بيحمي الضعيف، كانت باطلة ومحولة يوم اللي اجيت فيها لعندكم. بهاللحظة بيكون جريج الحرامي عم يبيع القلادة ب1,000,000 وبشوفهم لايم هاوس مجرم خطير وما بيعرف أبوه، بيفتح النار عليهم كلياتهم بيقتلون. وبيروح على الطاولة بياخد القلادة والمصاري. آكيرا المسكين بيكون خاطره مكسور، بوصي تاكيشي بأخوه وبيبدأ يستعيد طاقات النينجا. الزلمة قرر ياخد حقه بإيده، الحرب هي اللي فرضت نفسها عليه. بيبدأ يحضر أسلحته الخاصة ومعدات ما بيستعملها إلا النينجا وبيطلع ليقاتل. وبهاللحظة بيكون العصابة محتفلين، حصلوا على القلادة والمصاري. بيأمرهم نيومان الخنزير انه يخلصوا على آكيرا بأسرع وقت، وفعلا بيتوجهوا لعنده على البيت وبيصيروا يلاحقوا ابنه تاكيشي بيهاجمهم على الرغم من صغر سنه وبهدلهم آخر بهدلة، بيساويهم مسخرة بين العصابات وبيعلم عليهم تعليمة كبيرة. هون بيدخل آكيرا وبيقتل الحارس وبيصطادهم بالسهام واحد واحد، بيتخطاهم بشكل خطير، بيحاول يطلق النار عليه هن قدام نينجا حقيقي وعامل حساباته بالميلي لهيك مواجهات. وبيصيبوا أحد السفلة بفخده، ومع ذلك بيمضي بطريقه وبيتابع قتال. نيومان بيسمع صوتهم برا بيقلن شو صاير يا أغبياء، لايم هاوس قوم لازم تتصرف. بيقوم لايم هاوس بيشيل المصاري وبيحط القلادة بجيبه وبيروح ليخبيهم. أفراد العصابة بهاللحظة بيكونوا عم يوقعوا بين إيدين آكيرا وبيقتلهم مثل الدبان، شوية مجرمين وأغبياء وعم بيتعاملوا مع نينجا حقيقي. للحظة بيشوف آكيرا نيومان وبيرميه بسهم فتاك وبيقول له شفت مين أنا يا ابن الحرام، هلأ عرفتني؟ هون الخنزير بتطلع روحه وبيموت بأبشع الطرق. بيقوم بسرعة بيطلع ليطارد لايم هاوس، هذا أخطر واحد. بلاقي له على الطريق بواجهوا بعض، بيحاول لايم هاوس يصدمه لكن آكيرا أسطورة، بيطير فوق السيارة وما بيقدر يلمسه حتى لمس. بيرجع بيرمي نفسه تحت السيارة وبيمسك فيها من تحت. بهاللحظة بيظن الخنزير إنه دهسه، فبيكمل طريقه وبيقطع الجسر. برد بيرجع بيطلع له مرة تانية، بيكون لايم هاوس ناوي يموت الأولاد، بيضطر يواجه المجرمين وبيحصدهم حصد. وبيتابع لعند لايم هاوس وبتحمل طوشة بيناتهم، وبيكون لايم هاوس بأعلى حالات الشراسة. هالشرير كل ما حاول يقضي عليه بتزداد قوته كتير، وبوجه له عدة ضربات لكن بدون أي فايدة. بيتخبى عليه بغرفة الدمى وبيطعنه برجله بالحربة. بيضعف آكيرا كتير من هالطعنة لكن ما بيستسلم أبداً. وأخيراً بيتواجهوا بالمنشرة، واحد فيهم لازم يقطع راس الثاني. بيعلق زر المنشرة بوقع تحته آكيرا وبيخلص حاله من المقص بعجوبة. بيسحبه وبيكسر له إيده وبيثبته بالسكاكين. بيقول له أنا النينجا الحقيقي، الله لا يخليني إذا بخليك. بيقول له إذا بدك تذبحني أرجوك اذبحني لكن مو بالمقص. بيقول له سلم لي على إبليس بطريقك. لا عفواً مو إبليس، سلم لي على حافظ الأسد ومبروك عليك الجحيم يا ابن وأخيراً تنتهي مأساة عائلة آكيرا. بيحطوا لأمهم ورد وبيوعدوها أنهم يدرسوا وياخدوا أعلى العلامات. كان هذا الملخص من أيام الزمن الجميل، تحياتي إلكم، كان معكم أخوكم أبو جلال، سلام.